اليوم راح اعمل لكم طريقة عمل صابونة. هاي الصابونة إلها فوائد لا تعد ولا تحصى، نضارة ولمعان للبشرة غير مسبوقة، وبنفس الوقت راح يغير بشرتك 180 درجة. راح تستبدلين غسول الوجه بصابونة الشوفان. صابونة الشوفان إلها فوائد للبشرة لا تعد ولا تحصى، ومن فوائدها حبايبي فوائد لا تعد ولا تحصى، ومن ضمن الفوائد تبعتها هي العناية بالبشرة. العناية بالبشرة صابونة الشوفان تقلل الإحمرار والحكة. كمان صابونة الشوفان تقشر البشرة بشكل طبيعي ويومي إذا غسلنا فيها، وما بتعطي انه شوي شوي، وما راح تحتاجين الى تقشير اذا عملنا فيها، يعني راح تحتاجين تقشير انه بالشهر مرة. زين، صابونة الشوفان تقلل افرازات الزيوت الدهنية اللي بالبشرة، خاصة لاصحاب البشرة الدهنية، وتقلل البثور وحب الشباب المزعجة بالبشرة. كمان حبايبي بتحد من تراكم الدهون بالبشرة. صابونة الشوفان بتزيل الرائحة كمان من الجسم الكريهة من الجسم، وتبيض وتعطي للجسم نعومة لم يسبق لها مثيل. طيب، تزيل الهالات السوداء وتزيل وتشد الوجه بشكل فظيع جدا جدا. كمان حبايبي صابونة الشوفان رائعة للبشرة الجافة. تساعد صابونة الشوفان على ترك البشرة نضرة، وبنفس الوقت ترطبها وتمنحها شعور بالاسترخاء بعد كل غسل الوجه فيها. صابونة الشوفان ليس لها مثيل لإزالة التجاعيد إذا انتظمنا عليها. تحافظ على رطوبة البشرة ومرونتها إذا استعملناها كل يوم. تقلل التجاعيد وإبراز التجاعيد، وتجعلها تاخذ وقت طويل لما تظهر لك. زين، عند العمر من الإنسان يكبر. توحد لون البشرة وتبيض البشرة بشكل رائع جدا جدا. كانت المقدمة كلش طويلة، بس أنا سويت المقدمة لأنكم قبل ما تستعملوها لهاي الصابونة لازم تتعرفون على فوائدها، وأنا حبيت أني أعرفكم على فوائدها. أنا حبايبي أخذت الشوفان، وشو سويت للشوفان؟ أخذت من عنده حبايبي ملعقتين أكل كبار أو 3 ملاعق. أنا الصراحة أخذت 3 ملاعق عشان أكون واقعية. أخذت 3 ملاعق من الشوفان وحطيتها بكاسة هيك، سبتها من الليل للصبح، حطيت عليها مي ساخن وسبتها من الليل للصبح. الصبح أخذتها بالخلاط وخلطتها بالخلاط. بعديها شو سويتها؟ صفيتها 100% بحيث تخلصت من كل الشوائب اللي بالشوفان. أخذت فقط حبايبي طلعوا بس الكريمة تبعته، فقط الكريمة تبعته. هذه هي الكريمة، طلعوا فقط الكريمة تبعته. بعدها حبايبي أخذت هاي الكريمة كلها اللي طلعت بيها منها، يعني طلعت تقريبا عندي حبايبي كاسة هيك هالقدها من كاسة الشاي الكبيرة. يعني شلون، خلينا أوضح لكم، خلينا نقول طلعت عندي بقد هذه أو شوية أكبر من الشوفان الثقيل ثقيل طلع. زين، أنا شو سويت؟ أخذت حبايبي وحطيته بدلة زي هيك. هون حبايبي عند الحمام مريم، هون ماء، وهون كمان حطيت الشوفان، وبرشت مع الشوفان صابونة كاملة. صابونة إلك حرية الاختيار، صابونة دوف، صابونة نيفيا، صابونة أي صابونة عندك تكون شكلها أبيض، إنه هي مو بالشكل، بس أي صابونة عندك، صابونة جلسرين، أي صابونة عندك، حتى الصابون الرقي هم ممكن تستعمليه. شو سويت؟ صابونة كاملة، يعني الحجم مالتها الصابونة اللي تبرشيها بقد حجم صابونة الدوف، عشان إنه أوضح لكم. ابرشيها كثير كويس أنا عشان طول الفيديو، وحطيتها فوق وين؟ فوق
الشوفان. هون اكو شغلة انا حطيتها، هاي الك حرية الاختيار. حطيت ملعقة وسط حبايبي من اللبان الذكر، انا حطيت معاه ملعقة من مطحون لبان الذكر، ملعقة كاملة وسط. هذه هي غرفت غرفة كبيرة وحطيتها، وخليته أخذته ورحت خليته على النار يغلي 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 لحد ما ذابت عندي الصابونة وصار عندي هيك كتلة. هون حبايبي راح أجيب القوالب اللي أريد أحط فيها. ممكن حبايبي قبل ما أحط للقوالب البشرة الجافة ممكن تحطي لك زيت حبايبي جوز الهند. طبعا ذوبته بس الجو عندنا شوية بارد، خليني أحاول أذوبه. وراح أخلي ممكن ملعقة كبيرة أو ملعقتين حسب أنتي بشرتك. زيت جوز الهند، ما عندنا زيت جوز الهند ممكن نستبدله بزيت اللوز، بأي زيت انتي حابته. وراح نخلطه هنا كثير كويس بحيث انه كله يتجانس حبايبي مع بعض. بعدها حبايبي شو راح نسوي؟ راح نجيب القوالب اللي راح نحط فيها الصابونة، وشو نبلش ننزل الصابون. طيب هيك ما بنضيف كمية مي او اي اشي عشان حبايبي انه يصير عندنا الصابون 100%. لازم نركز حبايبي على انه ما نضيف مي. طلعوا هذا ممكن هون بهاي الطريقة نستبدل حبايبي. هذا هسه اضيفه انا بقالب صغير. ممكن حبايبي زي ما قلنا نستبدل الغسول، اي غسول عندنا وبهذه الصابونة الروعة. شو راح نسوي لها حبايبي؟ اما ناخذها ونروح نحطها على البرندة نخليها تنشف من الليل للصبح، راح ترجع عندك صابونة كاملة، قالب كامل بدون اي شو نقول، راح تلقيها يعني مو ذايبة. او تحطيها بالثلاجة بس تجمد معاكي بالثلاجة مو بالفريز، بس تجمد فتحيها. انا راح اورجيكم اخر خطوة ان شاء الله. استنوني حبايبي. وطريقة الاستعمال عادية زيها زي كل صابونة، بس استعمليها كل يوم عشان تعطيكي نتائج. وهيني رجعت لكم حبايبي بعد مرور تقريبا حبايبي يعني 4-5 ساعات. بس انا وين حطيته الصراحة؟ بالثلاجة، ما حطيته بالفريز. شو حبايبي هذه هي الصابونة، طلعوا قديش حلوة. زين طلعوا حبايبي عشان تشوفون الصابون قديش سهل بلا ما نروح نشتري ونكلف حالنا. وانا على فكرة الصابونة اللي استعملتها دوف بقايا الصابون اللي عندي بالبيت. نضل انا دايما صابونة هيك كثير صغيرة بشيله وبحتفظ فيه بعلبة، ومن اريد اسوي لكم صابون استعمله واعمل لكم اياه. طريقة استعماله حبايبي طريقة كلش سهلة وبسيطة. ما عليك يا حبيبتي إلا تاخذي لك صابونة واحدة وتغسلين بها البشرة تبعتك كل يوم. ممكن تخليه حبيبتي على الشمس لحد ما ينشف معاكي هيك، يعني على البرندة مو برا عشان يصير بيئة ربا. لا صراحة أنا ما أحب إنه يصير بيئة ربا. ممكن تحطي، أنا الأفضل إشي حطيه بالثلاجة عشان ما يصير غبرة وتراب عليه. زين، وخذي صابونة واستعمليها وحطيها بالحمام وما عليها أي إشي، تستعمل كل يوم. أتمنى حبايبي إنه هذا الفيديو ينال رضا الجميع. يلا حبايبي فجرونا هذا الفيديو وانشروا. أهلا وسهلا فيكم على قناتي.